سعاده البيه تشرب ايه؟ اعمل لي واحد ليسون. حاضر يا سعاده البيه. ايه يا عم ده مش حاسب يا عم انت. لا مؤاخذه يا بيه معلش. ايه يا عم مؤاخذه يا اسطى ايه يا عم؟ معلش بس اصل انا مطبق من امبارح معلش. يا عم اتطبق ما تصوح يا عم. حقك عليا حقك عليا حقك عليا. تشرب ايه بيه؟ عصير قصب ولا رز بلبن؟ لا واحد بس. معقوله؟ ما تحسب يا عم. انت ما بتشوفش ولا ايه؟ اقعد يا بيه اقعد يا بيه. ده عم ده ولا ايه؟ ده عبيط ده ولا ايه؟ مساء الخير يا سعاده البيه. يا حجيج عامل ايه؟ احنا تحت امر حضرتك. حاجه سخنه حاجه ساقعه حاجه بارده اللي انت عايزه يعني يا سعاده البيه. واحد شاي بس. بس يا سعاده البيه انا تحت امرك يا سعاده البيه. لا مؤاخذه يا سعاده البيه. لا ولا يهمك. انت كويس بس؟ انت كويس؟ حصل لك اي حاجه طيب؟ انت ايه انت بتهزر ولا ايه؟ بس عادي عادي عادي. انت مش زعلان يا سعاده البيه؟ لا مش زعلان مش زعلان. هزعل ليه؟ ده انت في مقام ابويا حتى ولا اي حاجه. ماشي يا سعاده البيه. الحقيقه انا جمعتكم انتوا الثلاثه بصفتي صاحب القهوه لان ربنا رزقني ببنتين بعتز بيهم جدا وبحبهم، بس ما اقدرش اعتمد عليهم في الشغلانه دي، فجبتكم انتوا الثلاثه عشان اختار منكم واحد اقدر اعتمد عليه، ووقع الاختيار على الاستاذ لان الاستاذ الوحيد اللي نجح في الاختبار اللي انا عامله واللي انا قصده ان انا اوقع عليه الحاجه. واحنا يا حاج احنا ذنبنا ايه يا حاج؟ احنا مش قصدنا ان انا اتنرفز عليك والله. حضرتك زعلت وما جدا انت الصبور ابدا. انا بي انا كمان يا حاج. انا ربنا ما قصدي ان انت بتعمل غلط. وحضرتك زعلت جدا ما انت الصبور ابدا. انا احب اقول لك ان حضرتك اللي فزت بالوظيفه. اسمك ايه؟ مبروك الف الف مبروك. احنا اللي بابا قال عليه فعلا اللي هيشتغل في القهوه دي استاذ علي. وفي النهايه الدرس الاخلاقي اللي نطلع بيه ان الانسان يجب يكون صبور، احترام الكبير، ما يديش المسائل اكتر من حقها، لانه بيتعامل في الدنيا دي مع كل الناس، مع الحلو ومع الوحش، فلازم يبقى حلو مع كل الناس علشان يبقى ناجح. اظن يا حضرات الرساله وصلت ليكوا وليكوا انتوا كمان.